السلام عليكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مع الناس. اليوم إن شاء الله اختاريت هذا الموضوع، اختاريته صراحة بعناية. بقيت كنفكر مع راسي، بقيت كنقول شنا هي ولا شنا هو الحاجة اللي مثلا أنا عشتها في الحياة ديالي وحسيت بها يا إما كتعاوني يا إما كتضرني. وجات أول حاجة في بالي هما التشجيعات ولا الكلام بصفة عامة ديال الناس اللي كنتلاقى معاهم، ولا الناس اللي دايرين بيا، مثلا عائلة ديالي الصغيرة، صحابي، الناس اللي كنخدم معاهم، الناس اللي كنتلاقاهم زعما مور اوفن هكا، مثلا يا اما في الزنقة ولا مثلا على اي. فالكلمات ديال هاد الناس هادو اللي كتكون كتعرفهم بزاف ولا كيعرفوك بزاف، ولا الناس اللي غير كتلاقى معاهم لاول مره مثلا، هاد الكلمات ديالهم عندها واحد الوزن. كتجيني انا بعدا كتجيني عندها واحد الوزن. ما عرفتش واش حتى نتوما غادي تشاركوا معايا نفس الراي ولا لا، ولكن كيجوني هاد الكلمات عندهم واحد الوزن. مثلا كاينه الكلمه اللي الوزن ديالها طون ديال الثقل، بصح هذاك زعما بشحال كتوزن طون، بحال كتحط فوق القلب ديالك وكتزمت عليك، كتحس براسك مزير لانه شي واحد قال لك شي حاجه ما زويناش، شي حاجه كتبقى متقله عليك، كتبغي تنسى ولكن للاسف الشديد ما كتقدرش تنسى. اذا الموضوع اللي غادي ندوي عليه اليوم هو الفرق ما بين هاد الكلمه اللي كتجي كتحس بها بحال واحد الضوء وسط الظلام، وواحد الكلمه واحده اخرى اللي كتكون بحال الملحه. فاش كتكون شي جرحه وكتحط فوق منها شويه الملح بحال هكاك، يعني انت اصلا كتكون نفسيه ديالك خايبه، ولا مثلا كتحس بواحد سيلف كونفيدنس ناقصه، وكيجي شي واحد كيزيد عليك كينقص من داكشي اللي اصلا هو ناقص. فالفرق ما بين جوج حالات هادو كيدير تأثير على الشخص، على الانتاجيه ديالو، على طريقه الكلام ديالو، على طريقه التصرف ديالو مع الناس. بعض المرات اذا تصرف معك شي واحد خايب، بكثرة ما تأثرتي بهذاك التصرف الخايب، انت كتبدا تتعامل بطريقه خايبه مع الناس بلا ما تحس، حيتاش بحال كتقول معلاش هما ما تعاملوش معايا مزيان وانا خصني نتعامل مع الناس مزيان. المهم هذا الشيء زعما ولكن راه عادي، زعما لقلة هذا حيلة الناس كيتصرفوا مثلا على هذا الاساس هذا. يعني تصرف معايا واحد خايب حتى انا غادي نتصرف خايب، كتحس براسك بحال كي كنقولوا بحال كيفاش، بحال انتقمتي لهذاك الشعور الخايب اللي حسيتي به مع الشخص اللي قال لك شي حاجه خايبه ولا دار لك شي حاجه خايبه. على اين خاصكم تعرفوا باللي، ولا راه غتكونوا عارفين، هذا غير التذكير بان كل كلمه قلناها راه حنا كنتحاسبوا عليها. انا كنهضر هنا مع المسلمين، لغير المسلمين شغلكم هذاك. فالله سبحانه وتعالى قال في واحد الايه في سوره قاف: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني اي حاجه كتقولها راه غتحاسب عليها، راه كتسجل عليك. فمن الافضل تكون في حياه الناس هو هذاك الاثر الزوين، وتخلي كلمات ديالك عندهم تاثير زوين على الناس. شحال من مره كتكون قلتي شي حاجه بنيه عاديه، ولكن الشخص الاخر تقبلها بطريقه غير عاديه، وبقى كيفكر فيها لايام وبقات متقله عليه. وشي مرات كتقول شي كلمه زوينه، كلمه صغيره، ولكن التاثير ديالها كيكون زوين، كيداوي القلب ديال هذاك الناس، ديال هذاك الشخص عفوا اللي قالت ليه، وخلاته ربما يقدر يخلاته يوقف على رجليه، ربما خلاته انه يامن براسو اكثر، يامن بفكرته اكثر، يثيق في مثلا في الجسد ديالو، في الافكار ديالو، بزاف الحاجات. مثلا نقول لكم شخصيا ما يمكن لياش ننسى واحد الكلمات قالوا لي شحال هذا، باقي كنحس واخا كنحاول ننسى مثلا التاثير ديال هذيك الكلمات، ولكن مازال. وكاينين شي ناس الله يذكرهم بالخير قالوا كلمات زوينين، ومازال دابا فاش كنكون كندير في ديك الحاجه اللي مثلا قال لي برافو ليها شحال هذا، كنديرها وانا بثقه على انها راها مزيانه، حيتاش سمعت من بزاف الناس انها راه برافو، راه كان مزيانه، وراه كاين تغيير، وراك you are on it، وراك you are doing a great job. فنقول
انت هنا كيجي الاختيار، ولا انتي خاص تختار انك سوا تكون بحال كيف ما انا ذكرت هاد الناس بالخير، سوا غادي تذكر انت ولا انتي بالخير، اولا تذكر بشي حاجه خايبه، لانه الانسان غيبقى يقول فلان شنو دار لي، شنو قال لي. هذا هو المعنى ديال ان الكلمات عندها فعلا عندها وزن. ف خاص غير نعرفوا، ولا خصنا نفهموا باللي راحنا كاملين كيف ما بغى يكون، كيف ما بغى يكون زعما الشعور ديالنا مثلا شي مرات كتحس براسك قوي، عندك الثقه في النفس وهذا، لكن ضروري ما كتكون عندك واحد شويه الشكل داخل، واحد الخوف من هذيك ستيب اللي راك باغي دير. في ابسط الامور زعما ماشي ضروري تكون غادي خصك تسوق تران، ولا خصك تبني عماره، ولا ما نعرف، راه غير الخدمه في الدراسه ديالك، ولا غير مشاريع صغيره اللي باغي ديرهم في الحياه، كيجيك هذاك كتكون عندك الثقه، ولكن كيجيك واحد شويه ديال الشك. ولكن انت شنو كتكون محتاج تسمع شي واحد في هادوك الناس اللي كتعرف، ولا هادوك الناس اللي دايرين بك يقول لك لا لا راه برافو عليك، راه انت راه قادر وغدير ما احسن من داكشي، هادشي راه هادشي اللي كتقول هادشي راه قليل، هذا انت راه ممكن دير ما احسن من هادشي. عرفتي هادشي راه عرفتي راه واحد لو بوست كيهزك حتى الفوق، كتولي قادر تبني حيط ولا ما نعرف شنو دير. لكن الا جا شي واحد في المقابل وقال لك شكون انت باش غادي ديرها، علاش اصلا غادي تنجح لك هاد الفكره هادي، دارها فلان وفلانه قبل منك ولكن راه they couldn't، راه ما قدروش. هنا راه هاد الناس هادو راه عرفتي شنو، راه كيهرسوا لك هذيك الثقه في النفس، داك الطموح، ديك القوه اللي كانت عندك. عرفتوا الخايبه هي لك انت اصلا داكشي اللي كقوه وامل، وداكشي دابزتي مع راسك بزز بجمعتيه، وكيجي كيضرب لك داكشي كله في زيرو. وهاد الناس هادو اللي كيديروا هادشي كيتناساو بان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلي الكلمه طيبه صدقه. راه ما خاسر والو انت تقول شي كلمه زوينه، ماشي ضروري تنافق الناس وتقول لهم برافو راهم قد، الا ما كنتيش كتشوف ان واحد السيد ولا واحد السيده غادي يدير واحد الحاجه مزيانه، غير اسكت ما تقول ليه والو، رحمه بنفسك ورحمه بهذاك الشخص اللي قدامك. حيتاش ماشي ضروري انت تعطي الناس الفلوس عاد تسمى راه عاونتيهم ولا درتي معاهم واحد المجهود ولا هذا، راه يكفي غير تبتسم في وجه واحد الشخص وتقول ليه برافو راك كدير مزيان وراك غادي مزيان. شحال من مره، شحال من مره كتكون زعما كيكون شي شخص قدامي وكيبان لي مثلا غير كيخربق ولا كيدير شي حاجه ما هياش، ولا من المنظور ديالي راه يقدر يكون عنده الحق وكان كيدير داكشي مزيان، ولكن من المنظور ديالي انا كيبان لي مثلا غير كيخربق. شنو كنقول مع راسي، واش هاد الحاجه اللي غنقول انا مثلا، هذا رايي، ما غاديش نقوله بطريقه قبيحه، ولكن هذا الراي اللي غنقول انا واش غادي تبدل، زعما اذا هاد الشخص بغى يطبقه واش غادي ياخذ ليه وقت بزاف، غياخذ ليه مجهود بزاف. حيت مثلا الا كان واحد البنت شعرها قصير وما مثلا خصو بزاف ديال العنايه وكذا، وقلت لها شعرك خايب ماشي بحال هكا خص يكون هذا، شنو واش هادي زعما خصها عصا سحريه باش تقاد هادشي؟ راه كياخذ وقت كياخذ هذا. فاللهم نسد فمي عندي ونخلي رايي عندي، ونخلي ديك السيده عايشه طونكيل وبخير ومتصالحه مع راسها. حيتاش كاينين شي حوايج ما يمكنش يتبدلوا في لحظه، ولا تقول شي انسان علاش انت هكا داير ولا علاش انت هكا دايره. حيتاش مثلا سوا الظروف ولا الشكل ولا الصحه، ولا مثلا انسان مثلا ما كيولدش، ولا انسان ما باقي ما لقاش الشخص المناسب يتزوج ولا هذا، وتبدا كتقول ليه انت علاش باقي ما درتيش هذه، وعلاش مازال ما ولدتيش، وعلاش مازال ما تزوجتيش، وعلاش مازال ما شريتيش طوموبيل، وعلاش مازال كاري، ولا علاش مازال خدام في هذه الخدمه هذه وما مشيتيش بدلتي ديك الخدمه، علاش ما قدرتيش تكمل قرايتك. واش كيسحب لكم هاد الناس هادو ما عارفينش زعما واو انت اكتشفتي الذره ولا ما عرفت شنو اكتشفتي، زعما حتى هو نيوتن راه داك الانسان عنده مرايه في الدار، عنده ناس قراب منه، راه عارف والله لا عارف، زعما غير خليه راه مرتاح بحال هكاك وعارف شنو كيدير، واهل مكه ادرى بشعابها، زعما ما محتاجين لكش. زعما انت داك الصبع اللي بقى مشير بيه على الناس دير ليه بحال هكا ودور وجهتك وسولت انت راسك واش انت شخص صريح ولا شخص وقح كيعرفش يهضر مع الناس وما كيعرفش امتى يقول الراي ديالو، امتى يخلي الراي ديالو عند راسو. حيتاش كاينين شي ناس كيقول لك راه انا شخص صريح، راه غير بغيت نقول رايي بصراحه،
لا لا خويا راه كاين ولا اختي راه كاين الفرق ما بين الصراحه والصدق والرحمه، وانه نعرفوا نوازنوا ما بين هاد جوج الحاجات اللي هما يعني الصدق والرحمه مع الناس. فالميزان ديال الواحد هو القلب، ديال الميزان ديالنا نورمالمون خصو يكون هو القلب ديالنا. باش نبغي نقول شي واحد شي حاجه نحطها على قلبي، الا انا ضراتني وكانت غتجرحني نكمشها عندي ونخليها بلا ما نقولها لداك الشخص اللي قدامي. حيت والله الا كيف ما قلت في الاول كل كلمه حطها في الميزان ديال القلب ديالك وشوف واش غادي تهزو ولا غطيحو، وديك الساعه انت قرر ولا انت قرري شنو غديري هاد الكلمات هذا. المهم ماشي ضروري زعما نقولوا واحد الكلام زوين ونبقاو نطلعوا في الناس وهذا، ولكن نديروا غير مجهود بسيط في طريقه الكلام مع الناس. الا قدرنا، الا ما قدرناش السكوت افضل. حيت مثلا شحال من واحد كتقول انا مثلا غير مع الاصدقاء والصديقات ديالي، شي مرات تقالت لي ولا شي مرات انا كنقولها مثلا كتكون شي حاجه واعره ولا هذا، ولكن انسان بحب كيجي كيقول لك راه عجباتني الفكره، واخا باقي خاصها شويه ديال التطوير، ولكن كفكره وهذا كيف ما كتقادها راه مزيان، راك كتحاول، وهذا بحد ذاته راه خطوه كبيره. شجع، ولكن زعما ماشي ضروري تكذب، راه غير الطريقه باش كتقال هذا هو الفرق. كيجيني الكلمات بطريقه باش غتستفهم هما اللي كيديروا الفرق في شنو غتوصل للناس. والنيه هي مهمه بزاف، لانه على نيتكم ترزقون، يعني قول شي حاجه زوينه انت غادي يجيب الله اللي يقول لك شي حاجه زوينه واللي غيعاونك وغادي يوقف معاك. هادشي اللي كاين. ما عرفتش واش الفكره ديالي وضحتها ولا لا، ولكن كما قلت في البدايه علاش هذا الموضوع بالضبط، لانه انا شخصيا دزت بزاف ديال التجارب. مثلا والله الا واحد الان دابا كنعاود في هذا زعما كنهضر في هذا الموضوع وتفكرت في 2000 و 2016 كنا مجمعين كنخدموا على واحد المشروع ديال الاصدقاء هكا بيناتنا، وقالت لي واحد الجمله ولحد الان ما قدرتش ننساها. علاش؟ ماشي حيتاش هذاك الموضوع اللي قالت فيه ديك الكلمه راه زعما من بعد قدرت نلقى الحل والحمد لله وليت مخيره في هذيك الحاله، ولكن بقات فيا الطريقه باش تقالت ومن عند من تقالت. هادو هما اللي كيضروا اكثر فاش كيقالوا لك جمل من عند ناس، يا ربي ما نبكيش كيتقالوا لك الجمل من عند الناس اللي ما كتكونش متوقع انهم يجرحوك ولا يقولوا لك واحد الكلمات بواحد الطريقه. فما تقولوش بلي راه هاد الناس اللي حنا عايشين معاهم خوتنا وحبابنا وصحابنا راه زعما ما غاديش يديو علينا، لا بالعكس، راه هادو هما الناس اللي انت خصك تهتم بيهم اكثر وتعرف كيفاش تدوي معاهم وتطلع عليهم المورال وتهضر معاهم بطريقه زوينه. انت ملي كتكون زوين معاهم متاكد انهم حتى هما غادي يكونوا زوينين معاك وحتى هما غيعطيوك اكثر. ما يمكنش الحب يتلاقى الشر اولا داكشي اللي كتقولو انت راه كيرجع لك مدوبل. هادشي اللي كاين. وفي المقابل باش غير نمونسيوني هاد القضيه هذه، في المقابل تقالوا لي بزاف ديال الحوايج اللي زوينين بزاف اللي ناضين وواعرين من عند ناس مختلفين، وكنبغي نقول لهم الله يجازيكم بالخير، لانه الناس اللي زوينين كيبقاو زوينين واخا ما كتبقاش العلاقه معاهم. زعما كل واحد كتديه الحياه في هذا في الظروف ابعد وهذا، وما كيبقاش اللقاء دائما، ولكن كيبقى هذه الذكرى اللي زوينه. فالله يجازي كل واحد بالخير، واللي قال شي حاجه ما هياش مسامح كريم. هادشي اللي كاين. فالحاجات اللي غنبغي نذكر بهم احنا راه الحمد لله لا حيتاش حنا مسلمين. راه فاش كتضربك التلفه ترجع غير لشي ايات ديال القران وكتفكرك كيعلمك كيفاش تتعامل مع الناس. مثلا في سوره البقره كاينه ديك الايه ديال وقولوا للناس حسنا. دوي مع الناس مزيان، قولوا لهم كلمات مزيانين. الا ما قدرتيش اسكت، الا ما كنتيش كتعرف تعلم. يعني ماشي غير زعما ماشي غير صافي خصك ضروري اما تقول شي حاجه خايبه ولا صافي تبقى بحال هكاك. تعلم راه الناس كيفاش كيتعلموا معاهم، ولا تعلمي غير باش ما يجيوش الولاد يقولوا لي كتهضري بصيغه المذكر. تعلموا لانه هذا
علاقات وهذا الشيء ديال الناس، وهذا راه والله الا فن وتا هو علم ديال كيفاش تعامل مع الناس وتكون زوين وهذا. لانه بغيت نقول واحد الايه اخرى ولكن ربما ما عقلتش عليها مزيان. ف يوم زعما فاش كتموت وداكشي راه كتلاقى الله بقلب سليم، هذه هي اهم حاجه. الا كان القلب ديالك سليم راه هذيك اهم حاجه في الحياه وفي الدنيا وفي الاخره زعما. فراه هادشي ديال الماديات وهادشي ديال العلاقات يكونوا خايبين والتوتر فيهم ما عنده باش نافع. على اين نتمنى الحلقه ان شاء الله تكون خفيفه عليكم، تكون خلات شي اثر طيب عندكم. وهاد الفضفضات هادو راه والله الا غير كنجبد الميكرو وكنبقى غير كنعاود داكشي اللي كيجي في بالي وداكشي اللي عشتو. اخر حاجه نبغي نقول هي كونوا نتوما هما هادوك الناس اللي كيشجعوا اللي كيعطيو الخير، اللي ماشي كيسحبوا هذيك الطاقه الزوينه من الناس. وما تنساوش راه تقدر تكون انت ولا انتي سبب في ثقه انسان او في كسره قلب. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله، بودكاست مع الناس. تهلاو في راسكم وفي الناس اللي دايرين بكم. السلام عليكم، تبقاو على خير.